السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين قناتي ومنورين اليوتيوب كله. فيديو النهاردة عن حاجة مهمة جدا، وهي الرز وازاي تحافظي عليه يقعد فترة طويلة عندك، ممكن سنة او اكتر، من غير لا قدر الله كده ما يسوس ولا يدود. فبس كلامي النهارده موجه للناس اللي بتجيب الرز كتير، زي مثلا تجيب نص شكاره، وفي ناس بتجيلها شكارتين مثلا اللي بيجي لهم زياره او موسم، او في ناس بتجيبه كده ما شاء الله في اوقات معينه مثلا بيكون رخيص. اما الناس الناس اللي بتجيب بالكيلو او بالخمسة كيلو في الشهر، لا ما يعملوش الحركه دي، ملهاش لازمه، خساره اللي هيستخدموا فيها دلوقتي. لكن اللي يعمل كده اللي بيقعد هيخزنه لفتره طويله، او هيقعد مثلا 6 شهور سنه كده. اول حاجه انا هتكلم عن الناس اللي زي حالاتي، اللي هم بيسيبوه في الشكاره بتاعته. انا بسيبه في الشكاره بتاعته، ما عنديش حاجه ليه احطها فيه، فبحطه في الشكاره بتاعته. واهم حاجه يكون تحت في الارض حاجه قطن، ما يبقاش موجود على سيراميك او حاجه، او حاجه سقعانه او ارض، مجرد ان هو ممكن يعرق او يرطب او يوصل له ميه من تحت كده، وتلاقيه ربع الشكاره مثلا كده خضرت، او وصل لها ميه رطبت، عرقت، عفنت، اي حاجه. فلو هتسيبي في الشكاره زي، لازم يكون تحت هنا اي قماشه قطن. قطن ممكن تكون ملابس داخليه كده لزوجك، يعني فانلة بيضه قطن قديمه او حاجه، تحطيها تحت كده تفرشيها، وتحطي السجاده عليها. حتى لو انت سوري يا ربي، وتحطي الشكاره عليها. حتى لو انت حاطه سجاده تحت، سجاده صوف، لا لازم فوق السجاده الصوف مثلا يكون حاجه قطن، عشان تمتص الرطوبه وما يحصلش عفونه ولا اي حاجه فيه. وتقومي حاطه الشكاره عليها. ولازم تكوني برضو قافله الشكاره كويس قوي، يكون مغلق عشان ما فيش حاجه تخش له. لازم انا بقفلها بتوكه مشبك كده، يعني بتوع بنتي، ان انا كل يوم بستخدمه، اقوم عاملاه كده واقوم قافلاه بتوكه مشبك، اللي هي بتوك المشبك اللي انتوا عارفينها دي. تمام. ده بالنسبه بقى لو انا هسيبه في الشكاره. طيب لو انا هسيبه مثلا عندي، ممكن احطه في علبه بلاستيك كبيره كده، او اللي هو زي جالون الميه ابو غطا او حاجه، تمام برضو تستخدميه في جالون الغطا عادي جدا. بس مش مشكله بقى انك تحطي من تحته حاجه قطن او ملايه او كلام ده، او اي حاجه قطن يعني، لا مش ضروري. تمام. ده بالنسبه للحاجه اللي هيتعان فيها. طب بالنسبه بقى لجوه، ازاي ان انا احافظ عليه من ان هو يدود او كده؟ زي ما انتم شايفين كده قدامكم، ملح طعام. انا بجيب على الشكاره الربع دي لسه انا يمكن اخدت منها كيلو او حاجه. بجيب كده واقوم مفضيه فيها كيس ملح كامل. انا كنت لسه فاتحاه، فيا دوبك خدت منها الاكله، وبعد كده قلت هعمله معاكم واحط الملح معاكم. بس كده. الملح ده فظيع، بيمنع السوس والدود والحاجات دي. وبفضل اقلب كده بحيث ان انا اخلط الملح كله يوصل للرز كله. انا مش هعرف هعمل وانا معاكم، يعني مش هعرف، فهسيبها اعملها مع نفسي. اهم حاجه اخلي الملح يوصل للرز كله، يبقى زي يحافظ عليه كده. وما تخافيش، هو مش هيأثر ولا حاجه. واقوم جايه كده في الاخر، طبعا تحت القماشه البيضه اللي انا قلت لكم عليها، القطن او اي حاجه قطن يعني. ومن فوق بقوم حاطه كده مشبك كده عليه، ده لو الشكاره. ويا ريت يا ريت احسن يعني تبعديه عن المطبخ، وتبعديه عن اي حاجه فيها رطوبه، الافضل يعني. حطيه في اوضتك، حطيه في اي حته كده متداريه ولا حاجه، بعيد عن المطبخ. ولو مضطره ان انت في المطبخ، فحاولي تحطيه بعيد عن الحته اللي ممكن جنب الحوض اللي بيوصل لها ميه يعني. وما دام ان شاء الله انت حاطه له سجاده من تحت، وفوق السجاده قماشه بيضه او فوطه بيضه او اي حاجه، او مش بيضه تبقى قطن يعني، فهي ان شاء الله باذن الله تمتص الرطوبه. ما تخافيش خالص، الملح مش هيأثر فيه، لان انت كده كده مش هيبقى مالح ولا حاجه طبعا. انت كده كده لما تيجي تغسليه على الحوض بتنزلي الملح، هو كده ما اتطبخش اصلا، الملح ما دخلش جواه، هو الملح بيحافظ عليه بس ما بيأثرش خالص 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 في طعمه. انت يا دوبك بتشطفيه بس كده، بتغسليه تحت الحوض عادي زي ما بتغسلي الرز بتاعك، وتحطي له الملح بتاعه بالظبط زي ما انت بتعمليه. على الكوبايه نص معلقه او 3/4 معلقه، على حسب ما انت بتحبي. الملح ده ملوش علاقه بملح الطبيخ خالص. ويا رب يكون الفيديو تكونوا استفدتوا منه، ويكون الفيديو عجبكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.